بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. صديقاتي أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هيكون فيديو خفيف جدا بس مهم. إن شاء الله هنتعرف على الألوان اللي هنستخدمها في كورس تعليم الرسم. أول ألوان هستخدمها أنا وريتها لكم المرة اللي فاتت اللي هي فيبر كاستل، وقلنا إن بيكون معاها فرشة وبيكون مكتوب عشان بيبقى فيه التقليد بتاعها اهي، بيبقى فيه فيبر مكتوب فيبر كاستل، والفرشه بتكون موجوده وبيكون في مكان بتكتبي عليه الاسم بتاعك نيم، تمام؟ لان في الوان بتكون تقليد ما بتديش نفس التاثير في الالوان. والوسيط بتاع الالوان دي ممكن تستخدميها لوحدها في التلوين، وممكن بتستخدمي معاها الفرشه، والوسيط بتاعها الميه. ده الوسيط بتاعها لو احنا استخدمنا الفرشه، وهنشتغل في الفيديوهات. تاني حاجه الوان الميه، النوع ده برضك بيكون كويس، بيكون عباره عن 12 لون، في منها الابيض، الاسود، البني، البنفسجي، التركواز، الازرق الغامق، الاخضر الزرعي، الاخضر الغامق، الاصفر الكناري، اصفر الاكسيد، البرتقاني او الاورنج، والاحمر بتاعي. وبيكون معاها معلقه بنسحب بيها، وبنشتري الباليتا ديت من المكتبات. والوسيط بردك بتاعي بيكون الميه. كل لون من دول اما باجي استخدمه بحط له جزء من اللون الابيض عشان خاطر يكون ساتر معايا في التلوين. ده بالنسبه لتاني نوع من الالوان اللي انا بستخدمها. يبقى اول لون اللي هو الفيبر كاستل الوان الخشب، تاني حاجه الوان الميه، الاتنين دول الوسيط بتاعهم الميه. وبراعي ان انا بستخدم كوبايه ازاز فيها الميه، وممكن ان انا اغسل فيها الفرش، وبستخدم قطاره عشان خاطر ازود الالوان معايا. في عين الباليتا نقط بالراحه بحيث ما تزيدش الميه مع اللون ويبقى اللون سايل. ده بالنسبه لالوان الميه والالوان الفيبر كاستل. بالنسبه لالوان الزيت، ودي هنستخدمها في حاجات كتير، دي عندي 18 لون، وبردك النوع دوت بردك نوع كويس جدا. والوسيط بتاعي بيبقى حاجتين. ده بالنسبه لالوان الزيت، بيكون الورنيش فلوت، ده بيكون عامل زي العسل كده. والمفروض ان انا بيكون معايا حاجه تانية اسمها نفط او نفط رومي. لو انا عايزه الالوان بتبقى في مكان مثلا على خشب او شغل قيم بستخدم النفط الرومي، لا عايزاها على ورق او شغل عادي بستخدم النفط العادي. والحاجات دي بتتجاب من محل البيوت اللي هو بالنسبه للورنيش والنفط. ويا رب يكون الفيديو افادكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. ومع السلامه.